مايك رمى السناكس اللي صلاحيتها خلصت في الزبالة، وفي اللحظة اللي بعدها السناكس اتنقلت. في العصور القديمة من 1000 سنة الناس هناك جريوا عليها فوراً علشان ياكلوا. مايك حس إن الزبالة دي فيها حاجة وفرغ كل السناكس اللي عنده. بعدها مايك اكتشف مراية منورة مستخبية في قاع الزبالة. خد المراية معاه البيت وفضل يبص عليها كويس ومقتنع إنه لقى كنز. فجأة المراية طلعت صوت، فمايك اتخض ورجع لورا. بدأ مايك يتكلم مع المراية. الناس اللي في الجهة التانية افتكروا إن في حد بيكلمهم، لأن بلدهم كانت محتلة والمملكة كلها في خطر. الشعب اتضرع للشخص علشان ينقذهم، بس مايك ما كانش معاه فلوس. قرر يستخدم المراية علشان ياخد كنوز من الزمن القديم ويدعي إنه المنقذ، وطلب من الناس يبدلوا الذهب والمجوهرات بالأكل. الملكة شالت كل مجوهراتها وحطتها في المراية. مايك كان طاير من الفرح ومقتنع إن الثراء جاي له لحد عنده. صب كل الأكل في المراية قدام عيون الجنود وظهرت المؤن فوراً. بعد كده راح باللي معاه من المجوهرات لتاجر تحف. صاحب المحل عرض عليه 6 ملايين دولار. مايك ما كانش مصدق من الفرحة، وبالفلوس دي اشترى كميات هائلة من الأكل والمياه وبقى ينقلهم كلهم من خلال المراية. كمان قعد يدور على استراتيجيات حربية على الإنترنت علشان ينصح القادة إزاي يكسبوا الحرب. أهل العالم القديم بقوا يقفوا طوابير علشان يبدلوا المجوهرات بالأكل، ومايك اتغنى من بيع الكنوز القديمة لدرجة إنه اشترى أسلحة حديثة للقادة علشان يساعدهم يكسبوا المعركة بجد.